طيب عشان نيجي بقى نبص على جزئيه الوظائف في مصر زي ما اتكلمنا، هتلاقي ان الوظائف في مصر من اعلى 10 وظائف حاليا في مطلوبه هم الداتا اناليسيس. حلو، من اعلى الوظائف واعلى مهاره. ما هي الداتا اناليسيس ده يا شباب مش شرط ان انت تتعلمه عشان تبقى داتا اناليسيس. ممكن واحد موظف محاسب شغال في شركه، فالشركه اللي هو شغال فيها دي بيتعامل مع داتا كتير كل يوم وبينطلب منه تقارير، فبيتعلم ازاي يعمل اناليسيز للداتا بتاعته وداشبوردز عشان توفر عليه وقت ومجهود كبير جدا في التقارير اليوميه والشهريه والكوارتر والنصف سنوي والسنوي وهكذا. فالداتا اناليست ممكن يبقى مهاره وممكن يبقى مجال. فلو انت اتعلمته كمهاره فهي المهاره الاولى عالميا في التوظيف. لو عملت سيرش، المهاره الاولى عالميا في التوظيف هي الاناليتيكال ثينكينج، التفكير التحليلي. فلو انت فعلا عندك المهاره دي، انا اعرف محاسب اتعلم تحليل البيانات كمهاره مش عشان يبقى محلل بيانات، بعد 3 شهور كان موظف بقى مدير قسم المحاسبه.